لما يبقى يتيم وامي ويبقى سيد العالمين، منطقي الحساد هتكتر والعدا والكارهين، منطقي. شفيع الخلائق خير عليك الصلاة عليك السلام يجيبك رب. واللي يكتب واللي يرسم واللي يكذب واللي يشتم منطقي. شفيع الخلائق خير الأنام عليك الصلاة عليك السلام يجيبك ربي لما ترتجي فأنت المشفع يوم القيامة. ومنطقي لما يبقوا المسلمين حالهم كده تطلع ضوافر للعدا، ما دمت مش زارع بايدك غلتك والجوع جرس على معدتك فذلتك، ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع كلمتك؟ ومنين يجيلك وش تغضب ولا تحمد ولا ترفع شكوتك؟ هم مش قصدين يهين المصطفى بحد الصور، هم عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر، هم قصدينك وقصديني وقصدين كل جيلنا، وطول ما نتشتت ونتفرج وبندار الحجايج لسه ياما راح يجيلنا. اما سيدنا النبي ربه كفيه، هو خالقه ومصطفيه. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا حيسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه، كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوءه. نبي بهذه الرحاب لديه دعاء مستجاب وأنت الحبيب نبي الكتاب حفظت الدعاء لهذا المقام. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا فهمناهم ان الدين بتاعنا لا فيه ادب ولا فيه عمل ولا فيه فنون. اتلهينا احنا كنا ونمنا في اللي راح يكون، بس احنا فزنا بجد. اسفين لك وراجعين لك، شعبك نشيط طاهر وصافي وتقي زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلب طاهر نقي. اما اللي وكلاهم غيرتهم فده منطق.